ما بقات عندي حتى رغبه وحتى حاجه ما بقات كتعجبني في هذه الحياه. هاد العباره كنسمعها بزاف من عند الناس اللي كندير معاهم المواكبه النفسيه. اولا الا حسيتي بهذا الاحساس راه ماشي حيت قلبك بارد ولا فقدتي الرغبه، ولكن حيت حسيتي بكل شيء من قبل وبزاف. فاش كنعيشوا الصدمات في الحياه العقل عنده جوج ديال الطرقان باش يحمينا. يا اما نتسلحوا بتجارب الماضي ونعيشوا بهم الحاضر بوعي وبقوه، يا اما اللاوعي ديالنا كيطفي ازرار الاحساس كامله، مثلا الفرح، الشغف وحتى الرغبه في الحياه. نعطيك مثال: بنت تعرضت للخيانه، عندها جوج ديال الاختيارات. في الاختيار الاول كتقول ما بقيتش غنثيق في الرجال، وهنا اللاواعي طفى ازرار الاحساس حيت الصدمه كانت صعيبه عليها، كيطفي ازرار الاحساس باش يحميها. في الاختيار الثاني كتستافد من التجربه وكتدخل في علاقه جديده حيت واثقه في راسها ماشي في الشخص الاخر، بمعنى استفادت من التجربه الاولى اللي تعرضت فيها للخيانه. الخلاصه، وباش تحمي راسك فاش كتبغي تدخلي في العلاقه ولا اي حاجه في هذه الحياه، ما كنعطيوش الثقه للاخر 100%. الثقه الحقيقيه هي انك خاصك تثقي في راسك، انك قادره تواجهي الزوين والخيب وما تضيعيش راسك في حتى تجربه. اللي خصك تعرفي هو ان الثقه في النفس اهم من الثقه في الاخر.